هقول لك على تip واحده بسيطه هتفرق معاكي جدا جدا في التصبغات بتاعه بشرتك وكمان التجاعيد، بالذات لو بتعملي تان في الصيف او بتتعرضي للشمس كتير جدا. ايه هي بقى التip دي؟ هتجيبي زيت الروز هيب وهتجيبي كمان زيت لبان الذكر، وانا على فكره بعمل التip دي على طول وبتسالوا ازاي ماسكين شكلها ما شاء الله حلو على طول. هتجيبي روز هيب، بس صراحه انا عندي الكبير مش صغير، وبجيب زيت لبان الذكر. هتاخدي 3 دروبس بس من البوتل الصغنونه دي تحطيها على زيت الروز هيب اللي هي الطويله الكبيره، وتاخدي بقى الزيت الاتنين دول على بعض وترجي البوتل بتاعتك. بعد ما بعمل الميكسشر ده باخد بقى الزيت ده وابتدي ان انا احطه على ماي سكين بعد ما بروح على طول بعد ما اغسل وشي، علشان اميك شور انه خلاص بشرتي تمام ومترطبه. وطبعا بعد ما بحط الزيت على بشرتي لازم تعملوا مساج لفوق، وده هيفرق معاكم جدا 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 في موضوع التجاعيد. واصلا زيت لبان الذكر ده تحفه في موضوع التجاعيد لو وظبتي عليه وما بتحبيش الحاجات اللي فيها كيميكالز، رهيب يعني حقيقي، وبستخدمه على طول على طول. وبالنسبه للتصبغات فزيت الروزب تحفه في موضوع التصبغات والغمقان، بس اهم حاجه زي ما قلت لك ان انت تعملي مساج وانت بتحطي الزيت ده على بشرتك، وحاولي ان انت ما تجيبيوش تحت عينك، يفضل يبقى على بشرتك وبس. وما تقلقوش بشرتكم مش هتبقى مزيته خالص، لان القوام الاتنين بيبقى عامل زي الدراي اويل، البشره بتتشربه على طول، فبشرتك مش هتبقى مزيته خالص. ولو وظبتي فعلا على الميكسشر اللي قلت لك عليه ده على طول بعد ما تعرضي للشمس هيفرق جدا جدا في تجاعيد بشرتك وطبعا التصبغات.